ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم يا جماعه، كل عام وانتم طيبين. كل ساعة وانتم بخير، كل سوست ثانية وانتم كويسين وطيبين وحلوين وجمال، وانا اخدت سوست ثانية بتاعت نونو معلش. كل اخر كام يوم في رمضان وانتم بصحه وعافيه وستر يا رب. ايوه النهارده بقى قلت اطبخ لهم أكلة غريبة أول مرة أشوفها. ذكرى احياء ذكرى. لا تلوث اول مره تشوفوا بط؟ هاتيكم بقى. طب ليه بتحرجي لا. قدام الناس؟ لا مش اول مرة اشوف بط، عملت لهم البطاطس اللي بالخضرة بتاعت امي الله يرحمها. دي محدش عمره في حياته اكلتها من ايد حد غير من امه. ممكن تكون حد بيعملها او لا ما اعرفش، بس هي ام علي اللي كان بيعملها. ام علي اللي كانت بتعملها. معلش. لسه بوزع طعم لسه طالع الوقت. أنا اللي معدية التمر أعمل ولا الموزة. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير وبصحه وبسعاده. وماما هي اللي اخدت الثواب. انتوا اخدتوا جبتوا معالق غير معالقنا؟ ماشي حلوين قوي جمال شاطرين. عندي مشكله في حياتي ان انا عايزه اقطع البطه وسخنه جدا مش عارفه اقطعها، فهنضطر ان احنا النهارده هناكل رز وبطاطس من غير بط. بكره ان شاء الله نعمل ببطه في دي. بس بص انا شوف بس والله بكلمك بجد. آه. سيبها بس ثواني واحنا بناكل احنا. انت هتسيبها ثواني وناكل احنا لا، كلام. ما هو سيبها اضطرار. والله اي كلام عم علي يقولوا عادي. كانوا مطبقين يعني كانوا سهرانين اليومين. والله. في البيت الجديد. والله بصوا يا جماعه بقى، من احلى ما عنكم هتشوف. لا ولسه ما كملتش يعني. هنشوفوا الفيديو امتى؟ ببعته لك. لا هم هيشوفوه. مش عارفه هينزل بكره ان شاء الله. بصوا احنا هنضطر النهارده ندي عم علي الورك. اتفضل علي عشان انا سخنه ومش عارفه اكلها، المفروض ماما وهي بكرة دايبه خالص مش عارفه كمان هتعزم العيلة على الأكل صح؟ النهارده احنا بكره ان شاء الله عاملين عزومه العيله علي. كلها؟ بس فين مش عارفين، هم كانوا عايزين ياكلوا في البيت العيله. انا بقول كده الناس عايزهم يجوا هنا عشان طبعا يبقوا فطرانين عندنا في البيت وكده، بس انا بقول هناك احسن. هم عايزين يتجمعوا في هناك بيت العيله. القعده حاجه ثانيه برضه. في بيت العلا بقى وفاهمين. اطبخ لهم ايه؟ انا بفكر اعمل فراخ، اصل هم عايزين يعملوا اكل عادي يعني اللي هو عشان هطبخ لوحدي كمان فمش عايزين يتعبوني يعني. فقالوا نعمل فراخ مشويه وانا هعمل كفته. هعمل فراخ مشويه وهعمل كفته، وهم كانوا هيطبخوا شويه رز بسمتي بس انا بقى مش عارفه اطبخ انا بقى رز بسمتي ولا هم اللي هيطبخوا. مش هنروح مصيف. لا هنغنى احنا مصيف. مصيف انا جايبه مصيف قد الدنيا هناك في البيت الجديد. انا صيفت يا ماما، انا عايز اروح مصيف. ما هو انا جبت مصيف. انا عايز الصيف يجي لنا انت هناك. عايز تروح مصيف تقعد فيه كام يوم ايجار صح؟ انا اشتريت لك مصيف كامل. مفيش بحر. على بعيد. هناك بعيد بحر يبقى ننزل فيه. في هناك بعيد بحر. بص البحر باين لنا مفيش منه نقطة. حلو فهم مصممين ان احنا مطلع على خليك البحر. قنوع. حلو البيت بتاعنا مطلع على البحر. حلو خليك قنوع. عارف انت بقى النقطه ده اهي بعد كده ربنا يكرمك تسكن في قلب البحر كله. لا يجيب لك عوام طب بجد عايز اروح شرم. ان شاء الله. بسم الله. عمرك رحت الساحل الشمالي؟ لا على فكرة فعلا شرم مشوارها طويل جدا. المدرسه بتاعت امك اهي. حلو قوي. عارفين طعمها جميل. ان في ناس يا ماما غاويين سفر 24 لا مش 24 ساعة كل يوم لازم نقدر. رحت شرم بكره اروح السخنة كده. ما شاء الله. لا مين دول؟ حياتهم بالله روقان بل رخم. على فكرة بيقولوا كان هيعملوا كوبري اللي هو بتاع العربيات تعدي منه بين السعودية ومصر. يا ريت والله ده كنت كل يوم هناك. كان بقى اروح اصلي على العشاء مثلا واجي هنا مصر. والله كانوا هيعملوا كده بس ما عملوش بقى. هتتعمل يا نانا. بجد؟ عادي مش رخم، ما هو كل واحد ليه هوايه، ما احنا لنا هوايه تانية. مش لازم ننتقد وخلاص. طب تعرفي انت عارف كل حاجة. انا ما اعرفش اي حد خالص. مين دول اللي بيسالوني؟ بسم الله. انت اصلا سؤال حلو. انت مصروفك يا ماما كام في الشهر بالنسبة للبسك؟ بتصرفي كام للبسك؟ لبسي؟ لا. مش ده أنا؟ والله سؤال حلو على فكرة، في ناس كتير بيسألوه. انا لازم لبسي كله براندات. ما اعرفش البس حاجات اللي هي لا لا اللي هو ما شيء كنت من والكلام ده. بريشكا وزارا والكلام ده. اللي هي وشيء كل اللي هم اسامي دي انا اصلا ما اعرفش البس من غيرهم يعني. وحتى البرفون بتاعي تقولها زي ما انت عايز. لازم بيكون ماركه معينه. اقسم بالله البرفان بتاعي ماركه. اللي جالنا هدية؟ اللي هو كان اسمه النخبه يلعوب. لا كل برفاناتنا ماركة صح؟ والله العظيم احنا متعودين كده. انا اتربيت ما اعرفش البس غير ماركات. ده عشان بس البرفانات دي بتجيلنا ياسمين دي لسه موجوده ولا الغوها ايام ما كنت انا ياسمين صغيره؟ ولا يا ايام؟ يعني سنين دي. قولي على البط واقعد ذاكر. ماشي. والله دي اول ما تيجي تشتري حاجه اهم حاجه عندك بكام؟ انا ماليش في الماء. عايزه اقول لكم والله العظيم
البني ادم اللي بيحل اللبس. باشا انت ما قلتش برضه مصروفك كام في الشهر بالنسبه للهدوم؟ اقسم بالله انا بقالي شهور ما اشتريتش هدوم. اللي عبايه العمره من زمان. عبايه، لو في مناسبه عبايه عمره. اول يوم رمضان رحت اشتريت عبايه بيت بس. لا بس هروح اشتري طقم العيد بقى. رمضان لسه 4 ايام. احنا لسه ما شفناش هدوم العيد والعيد قرب. العيد لسه له بدايه صحيح. 4 ايام باين. 4 ولسه احلى. يا نهار اسود وتستحمل ان شاء الله. لا مش قوي كده. نعم. لو لا بس انا عايزه اشتري طقم عيد والله حلو. مش عارفه اشتري ايه. رمضان ساعة 30 يوم ولا 31. بصوا انا قدامي الدنيا بتجري. سكت سبق. والله. بالنسبه لي حاجات كتير يعني انا عايزين نعمل عزومات معاش غير 4 ايام. عزومه اخوات علي هنعملها بكره. عزومه اخواتي هنعملها بعد بكره. ده انت بجد؟ مش مهم اخواتك عشان اخواتك عاديه. ايوه ما صحيح، ما احنا هنعزم اخوات بابا خلاص بس كده. لا ده اللي بزعله بجد بقى. تصدق بقى اخواتك لسه هيجوا ما يطلعوا السلم، فاهم انت؟ اوف ده يجي على الجرح على طول. انا مش عامله عزومه لحد بكره، يبقى اكل بقى اخواتك في المائده. لا عشان اخواتك خلاص اللي هي سجلت. سجلت انا اللي قلتها وحتى غصب عليا. وانت تعرف بس انت ينفع انت مش كنت نايم. والله انا ما اعرف اللي لسه من شويه. هما متفقين، اخوات علي كانوا متفقين ان هما كلهم يتجمعوا مع بعض. من اول يوم قلت لهم نفطر. ان هما كلهم يتجمعوا مع بعض وياكلوا مع بعض سوا. قلت لهم خلاص انا عليا ايه حاجه وانتوا تطبخوا حاجه وانا اطبخ حاجه. قلت لهم انا اطبخ انا فراخ ولحمه وانتوا تطبخوا رز وخضار. شلت انت الفراخ واللحمه؟ واطبخوا هما الرز والخضار. كل واحد فينا يشيل حاجه يعني. بعدين رجعوا قالوا لا احنا مش عايزين رز وخضار، احنا عايزين رز بس. انا مش مقتنعه بصراحه. هناكل رز بس ازاي يعني؟ هناكل فراخ ورز بس؟ ايه قالوا لي لا مش عايزين خضار. لازم الخضار. خليها عملت عامل صحيح. هم عايزين نعملها مش قلت لهم كده مش بغرض الاكل، عايزين نتجمع يعني. قلت لهم اعملوا صينيه بطاطس ومعاها رز. قالوا لا عايزين ناكل رز بسمتي بس والفراخ اللي انت هتجيبها باللحمه. مش مقتنعه بس هم قالوا كده، هم حرين. فقلت لهم خلاص يعني انتوا لو تطبخوا رز بس. قالوا قلت لهم طب ما جايين على نفسكم اقول لك خلاص يبقى هتطبخوا بالمره. الرز يعني انتوا هيبقى اسمنا كل واحد بيشارك وهم جابوا رز. قلت لهم لا خلاص هطبخوا انا بالمره. ده حاجه. اخواتي بقى اتفقنا على اتفاق تاني، قسمناها مع اخواتي. قلت لهم برضه انا عليا الفراخ واللحمه. حلو. واختي برضه؟ واختي التانية عليها صينيتين كبار مكرونه بشاميل. حلو. نوسه مش ايوه على البشاميل. ونهى قالت عليها الخضار ونرمين باين عليها العصاير حاجه كده يعني. قلنا قسمناها مع بعض كده. بس انا عارفه ان عيله علي هيتجمعوا بكره اخواتي والنعمه على رمضان اللي بعد الجاي. اشمعنى؟ هم اخواتي يتفقوا. انت لسه كل شويه بتضحك عليك. طب ليه ما تشيل انت الرز؟ ده انا اللي قايله والله، ما وتشيلي حدش قال هناك. لي. اقسم بالله ما حد قال لي اصل حاجه. وتشيلي هناك في عزومه اخواتك العصير. عشان العصير مش كيس لازم السكر يا نعمل امير. هتعرف كيس السكر بكام؟ كيس السكر غالي. طب ما غلى علينا احنا كمان. السكر ب 80 تقريبا صح؟ رخص شويه. ب 60 باين. عزومة اخواتك في بيت امي برضه؟ عزومة اخواتي انا ولاد ابويا انا احنا كلنا عند بيت ابوك انت ليه؟ احنا بيتنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا ده يزيد المقام كمان. بس احنا عيله وانتوا عيله. وخد بالك في تفرقه يعني. في عزومه اخواتي انت ما انتش جاي صح بقى. عشان دي عائله آل عجوز. انت من آل عجوز. قال عمران. احنا كمان مش هنيجي؟ لا. هنتقل امير. طيب ما انتوا ما تجوش. وحتى سوفي مش داخل العزومه دي عشان آل خليفه. طب ما انت جاي عزومتنا ليه؟ حتى ما فيش وجه شبه خالص. ما هو انا لو اصل انا عامل اساسي ليه؟ عشان انا الشيف اللي هطبخ. شوف الفرق يا ماما بالعيلتين. ايه؟ قال عجوز وقال امير. نعم يا اخوي. نعم يا حبيبي. انت يالا كنت تقولي لا تبقى من عيلتي يالا. ده انا عيلتي كان اسمها يرج دمياط كلها. العجوز. طب تصدق يا نشوى ان الاسمين يعتبروا يعني من كبار القوم، العجوز والامير؟ طبعا. الامير. بس العجوز ده الامير يعني ماليش دعوه بالعيلتين بمعناهم. انما الاسم في اللغه العربيه الامير وقال عجوز. ده في اللغه العربيه صح؟ الاثنين نفس المعنى اللي هم الكبار. اسكت انت بقى ما تقعدش تطبل. ده بطبل لك معايا. ده في اللغه العربيه. كبير في السن بس احنا كبار في المقام. الامير. اكبر من المقام مين يا حبيبي؟ مش اكبر منكم. انزل كده انت صغير في الشارع قول له عيله العجوز مين؟
هو الله كبار يرحمه دمياط. الله يرحمه. بس احنا متواضعين. اه دي خناقه عاديه بتحصل في كل بيت. فاكرين زمان كان حد فتح برنامج كان اسمه رامز. احنا كنا متشوقين اول حلقتين وبس كده يعني. خلاص بقى ما عادش. انا ما شوقتش خالص. رامز يعني. الحمد لله. انا بقالي كام سنه ما انت شويه عصير. انا بقالي كام سنه ما بتفرجش على التلفزيونات اصلا. ليه يا ماما؟ هي لا عزومه والله. اخواتك دي بتاعت كاريزما. بكره. انا عليها عصير؟ طبعا. انت عندك العصير بالهبل. مش قلت اشيل اللحمه والفراخ؟ اه شلت اهم حاجه شيل الباقي. لا. مش حاجه غير اللحمه والفراخ. مش عملت جدع. ده حتى الخضار مش لا خليها اعملها مفيش تعمل خضار. طبعا مفيش خضار. العصير. شيل بقى. وما يعملوا العصير عامل نفسها مش غصبا. لا نيجي على ساعه الفطار يا ولاد فين مين عمل العصير؟ وبعدين لو مفيش عصير قاعد محدش هياكل. هياكلوا. لكن انا هجيب لهم عصير بكوبايه ازاي بقى؟ وحتى لو هحطه في ازايز انا ما عنديش ازايز. شوفي الكلام ده كله والله العظيم هي تعمل عصير فراخ. يجيب لنا عصير بجد؟ بص اللي هو عصير فروتو نجيب منه ب 10 جنيه يملى لنا بص. ده امك عندها بالهبل هنا. اه والله. عندي شو؟ جميع انواع عصاير البودره. والله. صوبيا وكركديه ونعناع عناب. اعمل الكل من خروج صراحه. رايق. والله العظيم انت واد معلم. اعمل الكلمن واخده. اقسم بالله انت معلم. اعمل الكلمن بقى مانجا ولا اعمله فراوله؟ موز. يبقى مانجا فراولة. اشيك. مانجا اشيك. مانجا غاليه. مانجا غاليه. خلاص انا هعمل بكره فراوله لاخوات علي واعمل مانجا لاخواتي. وش كده. هل نادين بقى تيجي؟ بدنا تشيل ايه؟ اه تيجي. نادين هتشيل ايه؟ سفيان. نادين لو عرفت ان اللمه دي كلها موجوده هتيجي. والله بس انا بقى اكتر حاجه ما بحبهاش في الولا سفيان ده. نادين بتحب عمتها مثلا والله والله ما- دخلتها. لا والله. والله انا ملاحظ زمان ساعات بس مش راضي اقول. احنا بنتكلم على عمتها. اه فاحنا دلوقتي بنعمل مقارنات ولا بنتكلم في الشيء اللي هيحصل. الفراق البط ده انت يعني عاينه لبكره ولا هتعمل ايه؟ ما بحبش البط. ما بحبش البط؟ يلا هو نستأذن بقى. اه اليوم اللي ما بحبش فيه سفيان يتجمع في عيله ليه بقى؟ ما بحبش ليه بقى؟ سفيان يجي في عيله. ليه بقى؟ بياكلوه ما بيشوفوش. ما بستمتعش. انا سفيان بحبه لوحدي. اما بنكون في العيله بالذات بقى عشان لو هو حطيناها الطفل. موجود. الطفل الكاريزما اللي في العيله يعني الحمد لله. لا هم كل العيله حلوين بس هو عشان بس هي بيحبوه. الطفل الوحيد اللي العيله كلها اجمعت ان هي حباه. بيحبوه قوي وكل الاطفال بتاع العيله بنحبهم كلهم. بس الطفل ده الوحيد اللي كله بيتهبل عليه واحد صغير. عشان الزغنطوط اللي فيهم يعني. فكلهم بيقعدوا يشكلوا وياخدوه. انا بقى ما بستمتعش. وفي اللي بيزعل ان ما اشتلوش. بس فانا ببقى عايزه اخده لوحدي بقى وافضل احطاه كده وشايلاه. فما بستمتعش في اليوم اللي فيه لما يعني شوفي. اليوم اللي نوع اختي بتيجي فيه انسوا ان حد فيكم يشتغل سفيان اصلا. والله انسوا ان حد فيكم يشتغل سفيان. هو يفضل ويعمل له ويضحك لا هو ويكلمه بحبك. قوي وهي تموت فيه. ونرمين اختي برضه ونوسه كلهم بيحبوه. لا كل سنه وانتم كنا- كل كنا يوم امبارح- تقولين بماما وتقول لها ابعتي لي سفيان. كان مقضي امبارح اليوم معانا على السطح. يا خرابي على المرجحه ما شفتوش. بجد؟ كنا بنلعب حته لعبه. امك ربطته في ربطت ربطت العربية. العربيه او جايب عربيه اللي هي دي اللي بتمشي دي. اللي على الارض؟ ايه والله بتاعت المشي؟ انا هجيب له جايبها له. مشايه. الشيء قدام الحمام سجاده. لا عايزين له مشايه والله. اللي بتاع التمرين كمل يا نشوى كمل. اللي دول ما- فكروني يا اولاد اجيب له لا مشايه. ما هنقعدناش لو جايبين. بيقعد عليها ده دي. احنا كده بالصلاه على النبي حلوين قوي. والله اجيب له والله مشايه. كده احنا مالنا الوجوه. والله العظيم اجيب له مشايه. ايه في الباقي يا مبا؟ انت مالك انت وانا اجيب لحفيدي ايه؟ دي غيره بقى. دي غيره بقى. انا احسن نفسي في مشاية. دي غيره وحد بقى اجيب لابن اختي ابن اختي لابني مشايه. المهم ربنا ربطته يخليك يا ماما. ربطته بخرطوم اللي هي العربيه اللي بتمشي دي واقوم زق بصي يا امير واقوم سايبه الخرطوم شويه واقوم زق العربيه تقوم جريه بعيد واقوم شدتني بالخرطوم كده زقزق. ليا ضحك كميه ضحك امبارح اختي كمان عيل هايف عيل هايف. وانا اهيف بقى له منه. كبر على اللعبه دي. هتاخدي بس المفروض ما حدش يلعبه عشان نطلع راجل. طب اقسم بالله انت كنت بتلعبوا معايا. يلا سلام بقى.